اهلا بيكم، كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم. النهارده هنعمل السمبوسك في البيت بعجينه سهله جدا. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. عندي كيلو من الدقيق المنخول، معلقه صغيره من الملح، 4 معالق زيت ذره، كوبايتين من الميه الدافيه. محضره عندي العجان وممكن تعمليها على ايدك. اول حاجه نزلت بالدقيق في العجان مع معلقه الملح و4 معالق زيت الذره، ونزلت بكوبايتين الميه بالتدريج زي ما انت شايفه بالشكل ده. ولو احتاجت اكتر من كوبايتين بنزود عادي، لان كل دقيق على حسب، في دقيق بياخد سوائل كتير. زي ما انت شايفه بالشكل ده. هكمل بقيه الميه عندي وهستمر في العجن لحد ما العجينه تلم معايا وتبقى عجينه طريه زي ما انت شايفه بالشكل ده كده. هطلعها من العجان واسيبها في مكان على جنب لمده ربع ساعه، العجينه بس ترتاح. كل ما ترتاح كل ما تبقى سهله معاكي في الفرد. محضره بقى عندي زيت وعندي نشا. هبتدي اخد رشة من النشا بالشكل ده، وهبتدي اكور العجينة على شكل رول واقسمها من النص قطعتين، وامسك اول قطعة افردها بالشكل ده واقطعها على شكل كور، تكون كل كورة قد التانية. حاولي تظبطي حجم الكورة بالشكل ده كده. هبتدي اكورها. السمبوسك من اسهل المعجنات، ممكن تعمليها وتشيليها عندك في الفريزر طول شهر رمضان. بجد موفرة جدا، احلى من بتاعة بره بكتير. بعد ما كورت كل العجينة عندي بالشكل ده، هبتدي بقى افردها. هاخد شوية من النشا وهبتدي افردها بالشكل ده. اهم حاجة هندهنها بطبقة من الزيت، لان الزيت هنا وظيفته بيخلي القطع بتاعة السمبوسك ما تلزقش في بعضها. بعد ما دهنتها زيت هرش رشة من النشا واسيبها على جنب، واجيب كورة تانية وهبتدي افرد فيها زي ما انت شايفة بالشكل ده. طريقتها سهلة جدا. في كل مرة هتحطي طبقة من الزيت وطبقة من النشا على القطع من العجين بتاعة السمبوسك. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو أول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس علشان كل جديد يوصلك بإذن الله من وصفاتي. أنا هعمل في حدود 4 قطع هيبقوا فوق بعض بالشكل ده. هبتدي أفردها. أجيب القطعة التانية ومنساش طبقة الزيت مع طبقة النشا، لأن دي هتساعدها على إن هي تفك من بعضها بعد ما نعملها. هبتدي بقى افردها بالتساوي على شكل مستطيل على قد ما تقدري. حاولي تظبطي الفردة زي ما انت شايفة بالشكل ده كده، تكون مفرودة بالتساوي. هكون عندي بقى مولعة البوتاجاز وجايبة صينية قلبها على وشها، وهبتدي بقى اخدها واحطها على الصينية. بتقعد بالظبط في حدود دقيقتين 2 على الناحيتين، دي من الناحية دي ودي من الناحية ديت. وهتفضلي تقلبي فيها بالشكل ده علشان ما تتحرقش او تتلسع معاكي زي ما انت شايفة بالشكل ده. هتطلعيها بعد كده على فوطة، لازم تتغطى على فوطة علشان تفضل طرية معايا وما تنشفش. سهلة جدا وبسيطة، هتعمليها في البيت هترمي معاكي بجد كمية حلوة قوي من ورق السمبوسك. مش هتشتريها من بره تاني خالص. اهيت هبتدي بقى اغطيها دقيقتين كمان، وبعد كده هبتدي اقطعها زي ما انت شايفه كده. ما شاء الله مورقه جدا، لازم تفكها من بعضها قبل التقطيع. هقطعها بقى على شكل مستطيلات زي ما انت شايفه بالشكل ده. طالعه ما شاء الله مورقه جدا، شفافه، خفيفه خالص. طريقتها سهله جدا وبسيطه، ومكوناتها موجوده في البيت. ما بتاخدش غير دقيق وميه وزيت ومعلقه من الملح. هتعملي احلى سمبوسك بطريقه جميله جدا زي ما انت شايفه بالشكل ده. هتوفر معاكي كتير. وكل سنه وانت طيبه بمناسبة شهر رمضان الكريم. لو عجبتك اكتبيلي في الكومنتات، واستنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله هتعجبك. وألف هنا وشفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.